السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله حابة اعمل معاكم بقى شوية مخلل كده، اسهل واسرع مخلل. بناكل منه بعد يومين. وبيبقى جميل جدا. هعمله معاكم بقى باضافة بسيطة كده، هتخلي ليه طعم وريحة حلوة قوي. بصوا الخيارية عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. ده كده معايا، ده الخيار البلدي. ولا بينعم، ولا يعني ما بينعمش في البرطمان ولا بيفضى ولا اي حاجة. بصوا الخيارة عاملة ازاي. ده بقى انا كده لقيته في السوق، فطبعا كان والدتي ربنا يديها الصحة بتجيب يعني بقى كتير وتخلل منه. ما بيجرالوش اي حاجة ولا بينعم، وبيقعد في البرطمان حلو قوي. فانا لقيته في السوق يعني كيلو ونص ب10. خدت منه ده حوالي كده كيلو، على قد ما هيملى البرطمان بتاعي. الخيار هنا غسلاه. بص الخيارية حجمها عامل ازاي، قد ايه. الخيار غسلاه طبعا كويس، وهنا البرطمان بتاعي برضو غسلاه ومنشفاه كويس. وببدأ بقى لو في خيار عندي يعني كبير شوية زي ده كده، بحط الخيارية كده بحالها. بشق بس، اعمل شق بسيط كده فيها من فوق، وبحط الخيار الكبير شوية بحطه تحت، والصغير بحطه من فوق. سهل جدا ومخلل سريع، وبيبقى حلو قوي. وهنا بقى الاضافه بتاعتي، انا يا اما بضيف عليه بصل، يا اما ممكن تضيفي كمان فصين توم. يعني يا فصين توم يا بصل. فهنا البصل مقطعاه جوانح، قطع صغيره كده. وضفته بقى بعد ما مليت البرطمان بقى كده، مليت البرطمان بالخيار. ضفت عليه البصل، وكمان ضفت عليه فلفل حامي. وبدأت كده بقى اعمل محلول التخليل. محلول التخليل عندي عبارة عن مية، المية دي من الحنفية. حطيت عليها 4 معالق هرمية كده، و4 معالق ملانين من الملح. ودوبته كويس، ونزلت بقى بيه كده على الخيار بتاعي. بفضل لغاية البرطمان بتاعي ما يتملي للآخر، ما سيبش فيه فراغ زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده ضفت عليه حوالي نص كوباية من الخل، بيديله طعم حلو قوي برضو. ما حطيتش عليه سكر ولا حاجة، لان يعني هاكل منه على طول ودي حاجة قليلة يعني، مش هخليها مدة. وقفلت البرطمان كويس. والخيار بتاعي كده سبته يومين، وفتحت عليه تالت يوم. وبسم الله ما شاء الله يعني طالع حلو قوي. وكمان البصل مستوي معاه، لانه مقطعاه طبعا قطع صغيرة. شوفوا الخيار عامل ازاي يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. زي ما بقول لكم كده، الخيار البلدي ده احسن خيار للتخليل، ولا بينعم ولا بيجراله اي حاجة. وفي كمان بيبقى فيه حجمه اصغر من كده، بس انا اللي لقيته يعني. بصوا بقى البصل مستوي وجميل جدا. وقبل ما اقفل معاكم الفيديو، حابة ان انا اشكر كل اللي دخلوا جداد في القناة، نورتوني. اتمنى اقدم لكم كل حاجة جديدة ومفيدة. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. واللي عجبوا الفيديو اتمنى لايك حلو واشتراك في القناة، هتنوروني. والقاكم بخير مع فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.